السلام عليكم. اخواني، الحكومة القطرية حاليا اشبه بمكيف في اول فصل الشتاء، ما تعرف كمبريسر الحكم عندهم شو يبع الا طفوا برد شغلوا حر. صارت سالفة الرسومات المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام وتنزه طاري، طبعا شو قالوا؟ انه لا يجب ان تقاطع المنتجات الفرنسية كلها، لا بس اللافاشكري، بس هديتوا كل الاستثمارات وقبضتوا على الجبن. انتوا دولة ولا صمون جغرافي؟ تلومونا مقول يوم كان يقول وضع سندويش. نفهم من كلامكم انتم بتسوون فريز حق العلاقات الفرنسية، بتشغلون عليها المكيف. يعني هذا الواضح من اللهجة الإعلامية في قناة الجزيرة. زين طلعت لهم عاد أصوات عالمية قالت لهم عاد أبوي في صفقات وايد بينكم وبين فرنسا، يعني في صفقة رافال مثلا ممكن تتكنسل، في عندكم جاليري جيت في الدوحة مفروض يتسكر، ومتشاطرين على الجبن، شو انتم قراد ابديت فيران. لذلك طلعت اصوات في برلمانات اوروبيه عندها كتاب اسمه قطر بيبرز، اوراق قطر. الكتاب يتكلم عن دعم قطر للجماعات الارهابيه في اوروبا تحت مظله قطر الخيريه. الله يا هو حر استوى، شغل مكيف توكم مطفين العلاقات عنهم. لا تلعبون خلكم على كمبريسر واحد يوم انتم مو بقد السوالف. الحين توهقوا الجماعه الاتموسفير السياسي غير صحي، يعني حار بارد، فيبون يوازنون بين خطابهم الايديولوجي المتطرف على قناه الجزيره، وفي نفس الوقت من خلال قناه الجزيره يبون يحافظون على شكلهم عند البرلمانات الاوروبيه. فشو سووا؟ استضافوا الرئيس الفرنسي على قناه الجزيره علشان يبرر موقفه من الرسومات المسيئه. في نفس الوقت قناه الجزيره كانت شاله بيرق حمله مقاطعه المنتجات الفرنسيه. قالها المثل الفرنسي الشهير: سوفاج يخرب بيت هيك مزاج. دولة ولا كنترول مكيف؟ زين بخصوص المتلقي اللي يتابعكم، يعني صيف ولا يشتي ولا شو نظامكم انتم؟ مره برد مره طفوا شغل، شو الحين ارسوا على موجه واحده. زين ايش معنى الرئيس الفرنسي خاطب الجماعات المتطرفه من خلال منبر قناه الجزيره؟ ترى قلنا لكم قناه الجزيره واللي يمولون هاي عباره عن كمبريسر مكيف، كمبريسر معشش فيه قراد ارهابي، والحاله المزاجيه للارهاب العالمي مرتبطه بهذا الاتموسفير. شغلوا حر طفوا برد، واللي شبكنا يخلصنا. شبكوكم ان شاء الله في محول كهرباء 180 تيرا واط يلين تنشوي قرادة ارهابكم مرة واحدة يفتك العالم الاسلامي.